وسع صدرك معايا يا عزيزي الزملكاوي وخلينا نعترف بجمدان الزمالك. تصريحات ما قبل القمه مفيش زملكاوي كان بيقول غير ان النادي الاهلي هيخسر سكور. اختلف كل الكلام بعد المباراه بيوم ان نادي الزمالك بالغ في الدفاع وان هو سيء جدا ولذلك النادي الاهلي كسب الزمالك. لا يا حبيب قلب اخوك، النادي الاهلي كان جامد وكان جامد قوي كمان خلال تقريبا 85% من اللقاء. انت كنت واقف بس على رجلك الشوط الاولاني لان البدني بتاعك كان حلو شويه. خلال الشوط الثاني بقى وخلال المباراه لما اتردم عبد الله السعيد على الدايره هو وناصر ماهر ودونجا، نادي الزمالك بانت فروقات البدني، قل التركيز. الناحيه الثانيه كان في اصرار، كان في عزيمه. انت خسرت في مباراه جالك فيها ضربه جزاء واتعادت واتسجلت، وانا جالي ضربه جزاء واتلغت والحمد لله ان هي اتلغت يعني. وخلينا نعترف ان انت جامد يعني، انت الزمالك متصدر الدوري، كل خوفك بس ان النادي الاهلي قرب من الصداره لان انت عارف ان انت هتبقى التاني بجداره. صدقني انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انت بتغير نفسيتي. الاهلي لما بيكسب الزمالك بالذات بحس براحه نفسيه. ليه بقى؟ ما اعرفش، على مر الزمن وعلى مر العصور انت اخويا وانت صاحبي وانت حبيبي. فيا اخويا ما تزعلش، النادي الاهلي كان جامد عليك في هذه المباراه، اعترف وقر وبلاش بقى تكابر، بلاش تكابر عشان الاهلي طول عمره بيعلم عليك.